بيقول ان كابتن سيد حفيظ بيقول عودة ايفونا واردة. عندك معلومة احمد؟ نفس الكلام قاله كابتن حسام بدري امبارح، قال ان ايفونا لعيب كويس، لكن انا ما اعرفش اذا كان هيجي. فاذا كان هيجي طبعا هفكر. ايفونا لعيب كويس جدا والباب مفتوح قدامه لو هو هيرجع النادي الاهلي. انا محتاج ايفونا لو هيرجع النادي الاهلي. انا فعلا محتاج لعيب زي ده. طيب يعني ما رفضش خالص من ناحيه المبدا. عايزين نقول كمان ان مجلس اداره النادي الاهلي اتخذ بعض القرارات، منها تعيين كابتن عمرو ابو المجد رئيسا لقطاع الناشئين خلفا للكابتن عادل طعيمه اللي رحل اعتقد من شهور فاتت، حوالي من 4 شهور، وكان قائم بالاعمال كابتن محمود صالح. بالظبط كده. كابتن ابراهيم عبد الصمد رسميا كمان. على فكره عايز اقول لك حاجه مهمه في موضوع ايفونا. اتفضل. عوده ايفونا وارده بقوه. مكان مين بقى؟ لا هو مش شرط. لا يعني مش شرط، بس هم 3 لعيبه حضرتك يعني ده اخر الموسم يحددوها، لكن اولا عوده ايفونا وارده. معلش طب بص عشان انا معاك ان في كولوبالي وفي معلول وفي اجاييه في دور المجموعات. خلي بالك برضه يعني الفكره كلها دور المجموعات. لكن عوده ايفونا كلاعب دي هقول لك حاجه. لما انا شفت ايفونا في الجابون عادي. لا لما جه المنتخب مصر في لما وصلنا للمباراه النهائيه فجه زار المنتخب. لو تشوف الكيمياء اللي ما بينه وما بين اللعيبه واستقبالهم وهو كمان يعني اللعيبه كلها تحس ان فعلا بس ايفونا ده هيرجع. لا بس انا عايز اقول حاجه بس يعني انه ما نجحش في الصين. بص هي فكره ان كابتن سيد عبد الحفيظ او حسام بدري يقول ما عنديش مشكله في عودته، ده نوع برضو من خلق الاثاره او حاجه لا كده، بس في اللي هو لعيب كبير. ايوه بس ممكن الجهاز الفني يحسمها كابتن خالد. لا يعني الجهاز الفني ممكن يحسمها يقول لك لا انا مش محتاجه. لا انما الجهاز الفني بيرحب بالموضوع ده. لا ايه هقول لك ليه. طب خليني معاك. انا عندي دلوقتي علي معلول، عندي واجاييه وعندي كوليبالي، 3 متأيدين في البطوله الافريقيه. خلاص تمام. احنا قلنا السنه دي خلاص. احنا قلنا السنه دي خلاص. انا ما بتكلمش على السنه دي. لا انت بتتكلم على السنه الجايه. انا بتكلم على السنه الجايه. السنه الجايه ما ينفعش برضه. لا ليه السنه الجايه الموسم جديد. انا بقول لك السنه الجايه علي معلول مش هيبقى موجود. طب هيبقى طيب ماشي. انا بقول لك واحده طب فنيا ناخدها فنيا واحده. علي معلول ماشي. ايفونا جه مكان. ماشي. ال3 بيلعبوا في مكان واحد. مين ال3؟ كوليبالي واجاييه وايفونا. هو بيلعب واحد. لا اجاييه بيلعب حر. يعني اجاييه ممكن بيلعب ناحيه الشمال شويه وكوليبالي بيلعب راس. طيب ماشي. وايفونا بيلعب ايه؟ انت ال3 دول لما يكون عندك يا نهار ابيض ده يدغدغوا الدنيا كلها. ايفونا وكوليبالي واجاييه يا نهار ابيض. فنيا ممكن يكون في قوه، انما خلينا نتكلم اداريا واحده زي ما قال كابتن خالد دلوقتي. انت عندك 3 اجانب. خلي بالك دور المجموعات بدأ من دور ال 16. تمام. يبقى انت عندك لسه دور ال8 ودور قبل النهائي والدور النهائي. بطوله افريقيا هتنتهي امتى؟ في يناير. تنتهي في يناير في اخر 12. يبقى انت قدامك 7 شهور. خلي بالك ال3 قدرات متنوعه. يعني ايفونا اسمعني بس اسمعني. ليه تختلف معايا؟ ما ينفعش اجيب 3 في مكان واحد. مش في مكان واحد، كل واحد ليه حته بتاعته يا سيدي. لا هو بيلعب راس حربه. طب خدهم واحد ماشي. خدهم واحد كوليبالي نفس مكان ايفونا. ازاي؟ ما كوليبالي وايفونا الاثنين بيلعبوا راس حربه. ايفونا بيجي من تحت. لا من تحت ايه بس؟ ايفونا بيجي من تحت. لا كل قوه ايفونا ان هو بيجي من تحت بسرعته. واجاييه كان بيلعب راس حربه وبعد كده توظف ناحيه الشمال. نفس القصه لما تلعب ومش لازم ال3 يلعبوا في ماتش واحد يا كابتن. طب هسالك سؤال تاني. يعني ال3 انت ليه اجزمت ان ال3 يلعبوا في ماتش واحد؟ هسالك سؤال تاني. مفيش ممكن يلعبوا وحد يتغير. بالظبط. هسالك سؤال تاني. انا دلوقتي عندي عقد ممدود. كوليبالي واجاييه وعلي معلول. تمام. لو انت مشيتني وجبت واحد مكاني هتدفع لي العقد كامل. مين؟ لا ما مش هيمشي. مين هيمشي ايه؟ لا ما هو لازم علي معلول هيجي له عروض. ماشي. هيمشي ازاي؟ طب معلش فلوس يعني. باحترامي لحضرتك علي معلول هيمشي بعد شهرين؟ لا انا ما قلتش بعد شهرين. ما حضرتك هيمشي في يناير بقى. بص قرارات شتويه. بص فكر الجهاز الفني دلوقتي. الجهاز الفني دلوقتي بيعتمد بشكل كبير جدا على السرعات والقوه، ودي من الحاجات المميزه او بيمتاز بيها بشكل كبير جدا ال3. اجاييه قوي وسريع. يا سيدي هتقعد ايفونا على الدكه. ايفونا طب ايه؟ طب ما ايفونا كان بيقعد على الدكه. انت هتجيب واحد بمليون ولا 2 مليون ولا 3 مليون ولو ايفونا لعب يا كابتن ولو ايفونا لعب واجاييه لعب، ايه القصه؟ ايه المشكله؟ كوليبالي موجود. ما كوليبالي راس حربه يا كابتن خالد، في ايه؟ يا سيدي انا شايف ان علي معلول وجوده في الباك ليفت بيلعب لمنتخب تونس. ايمن اشرف ده هيعمل ايه لما هيجي؟ مش فاهم. ما انا خدها واحده. طيب ماشي. انا ليه بقول لك علي بس معلول؟ مين هيلعب في افريقيا؟
افريقيا بتنتهي شهر 11 وانت الانتقالات الشتويه شهر واحد. انت بتهرب مني في حته يا سيدي. هتجيبه امتى؟ هيجيبه زي ما هيجيبه السنه الجايه. هيجيبه ده في يناير الجاي. هيجيبه الموسم الجاي. هو يقعد في بيتهم يعني؟ لا يعني في الصيف هيقعد في بيتهم؟ لا ليه ما كده هيروح نادي. ما هيروح نادي. طيب هيروح نادي يقعد ربع ساعه ويجي. طب انا بقول لك بقى ان ايفونا هيرجع النادي الاهلي. ماشي. قولا واحدا زي ما انت بتقول. ان ايفونا هيبقى موجود في النادي الاهلي مع اجايو ومع كولوبالي. وانا شايف ان الثلاثه اضافه قويه جدا لان كل واحد جبهه لوحده. ماشي. طب يبقى انت كده محتاج اولا ده يعني احنا مش هنتكلم بقى في معلومه دلوقتي، هنتكلم في راي. اللي انت بتقوله ده مهيب. عوده ايفونا ضد مصلحه منتخب مصر. ليه؟ لان انا دلوقتي عمرو جمال بقى هيقعد فين بقى؟ بالظبط هيمشي بقى اكيد مصلحه منتخب مصر لان انا عندي وعماد متعب هتجدد له ليه بقى؟ ما هو متعب احنا عارفين القصه ان لا يعني قصدي دول لعيبه. ومروان محسن فين بقى؟ ما هو مروان محسن راجع شهر 8. مروان محسن سافر امبارح على فكره. ايوه يعني كل دول فين؟ يا كابتن انت بتتكلم عن النادي الاهلي يا كابتن. ايوه ماشي. هنمشي دول. بنتكلم عن النادي الاهلي، راجل بينافس في كل البطولات وعايز يكسب كل البطولات. ايوه فاهم. بس انت دلوقتي عندك مروان محسن، عمرو جمال، عماد متعب، مروان محسن ايفونا لو رجع، كوليبالي، اجاييه، كل دول بيلعبوا في المكان ده. مين اللي بيلعب في المكان ده؟ مروان محسن ماشي. وعمرو جمال لا خلاف على مروان محسن. وعمرو جمال. طب ما هو السنه دي كان في كام راس حربه في النادي؟ كان في كام راس حربه في النادي الاهلي؟ كان عماد متعب وعمرو جمال. الا بقى لو حسام البدري غير الطريقه ولعب بالاثنين راس حربه. ما اعتقدش. لا ما اعتقدش ان. طب انت ماشي. احنا بنتكلم دلوقتي في مروان محسن وعمرو جمال. الاهلي كان عنده 4-5 كان عنده حمدي زكي. طيب راس حربه. وعنده حوالي 4-5 راس حربه. وجهات نظر. دلوقتي مين اللي بيلعب؟ سابهم. بص وجهات نظر كلها. تعال نروح طب للزمالك. ما هو مايوكا مثلا في كلام قوي جدا انه هيرحل، وفي كلام على ويليام شبور لاعب الوداد المغربي. واعتقد كمان بالعربي كده اللي بيتقال غلط، لان ويليام شبور متقيد في افريقيا مع الوداد. بالظبط. وبقى ازاي هيمشي من الوداد وهو متقيد في افريقيا يروح الزمالك وهو مش هيلعب معاه في افريقيا؟ يبقى الزمالك يوم ما هيضم لعيب. بس على فكره دلوقتي اعتقد خلاص ما تقدرش تضم اي لعيب دلوقتي. ما ينفعش تضم لعيبه اصلا في بطوله افريقيه كمان. لا انت قصدك اتقفل باب القيد خلاص. باب القيد في افريقيا؟ طبعا. يعني خلاص. اصل انت كان ايده ميدو جابر اخر واحد. ماشي. ما هم ايدوا من المجموعه وخلصت. ميدو جابر اتأيد وانضم للمجموعه وعمرو بركات ما اتأيدش. خلاص يبقى كده قصدي ايه؟ اي لعيب هتجيبه كمان شهر كمان شهرين مش هيلعب في افريقيا خلاص. فاهم قصدي؟ حتى لو مش متأيد في نادي، يعني مش متأيد في نادي افريقيا يعني. بالظبط.